الجو في اسكندرية كان هادي، والنسيم بتاع البحر في منطقة العصافرة كان يخلي أي حد يسترخي. بس الهدوء ده كان هدوء ما قبل العاصفة. في برج سكني عالي، وبالتحديد في الدور الرابع، كانت الفنانة نيفين مندور قاعدة في أوضتها. الدنيا كانت ماشية عادي جدا، وجوزها كان قاعد في الصالة بره. ليلة زي أي ليلة. فجأة ومن غير أي مقدمات الريحة اتغيرت. ريحة شياط قلبت في ثواني لريحة دخان كتمت الأنفاس. النار شبت في أوضة نيفين زي الغول، وبدأت تنهش في الستاير والعفش. نيفين حاولت تتحرك، حاولت تخرج، بس الدخان كان أسرع، كتم نفسها وخلى الدنيا تسود في عينيها. جوزها اللي كان في الصالة اتخض لما شاف الدخان خارج من تحت باب الأوضة. قلبه وقع في رجليه وجري يحاول يفتح، بس النار كانت خلاص سيطرت. صراخ الجيران ولمة الناس في الشارع وصوت سراين المطافي اللي شقت سكون الليل في العصافرة، كل ده كان متأخر قوي. رجال الحماية المدنية دخلوا وسط النار والدخان وطلعوا نيفين، بس للأسف الروح كانت طلعت لخالقها. معاينة النيابة والتحقيقات قالت إن مفيش شبهة جنائية، وإن الموضوع كله كان قضاء وقدر. بس السؤال اللي بيفضل يتردد في خيال أي حد بيسمع القصة، يا ترى نيفين كانت بتفكر في إيه في اللحظات الأخيرة وهي شايفة النار بتنهش في ذكرياتها؟ النهاية كانت حزينة. جثمان الفنانة اتنقل للمشرحة، والتصريح بالدفن طلع، والستارة اتقفلت على مشهد مأساوي ما كانش حد يتخيله لابنة اسكندرية.